يا جدعان انتوا هتصوموا رمضان ولا ايه؟ هو انتوا مش خايفين يجيلكم كورونا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، أهلا بكم. في الفترة الأخيرة انتشرت البوستات اللي من نوعية إن إحنا المفروض ما نصومش رمضان السنة دي، وده لأن جفاف الحلق بيؤدي للإصابة بفيروس كورونا. وانتشرت الرسائل دي بقى على الواتساب، كل يوم خالاتنا ربنا يحفظهم يا رب يصحوا الصبح سند قول، وجروبات الماميز اشتغلت، وانتشرت التعليقات كالنار في الهشيم على أي بوست بيدعو للصيام وإن الصيام سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان، أو حتى أي بوست أو فيديو ما لهمش علاقة بالموضوع. تلاقي تعليق تحت كده من أنا حبيبة أحمد، حبيبة بالبي، أو أسير الأحزان، وتلاقي كاتب حرام عليك تدعو الناس للصيام وانت عارف ان جفاف الحلق بيسبب الاصابه بفيروس كورونا. والكلام ده طبعا كله مرجعه العلمي، ان مذيعه طلعت قالت ان شرب الشاي بيزحلق الفيروس من بقك على معدتك فتهضمه، او انك لما بتتغرغر بميه وملح وليمون وخل الفيروس ما بيستحملش الريحه وبيروح لحاله. وكل الكلام ده لا اصل له، وما ينفعش احنا كمسلمين نفتي في الامر كده وندعو الناس لعدم الصيام، ويا ريته عن معلومه ليها لازمه، ده عن جهل. ربنا يهدينا يا رب العالمين. صلوا على النبي يا حبايبي. صيام رمضان ركن من الاركان الخمسة للإسلام، الحديث اللي احنا حافظينه يمكن من قبل ما نتولد ده، بني الإسلام على 5 منهم صيام رمضان. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أمر ربنا لينا بصيام رمضان، الشهر اللي بنشحن نفسنا فيه كل سنة، اللي القرب من ربنا بيزيد والإيمانيات بترتفع. إزاي سهل علينا كده نفتي إنه ما يتصامش؟ الفتوى في النوازل والأمور الكبرى اللي زي انتشار الفيروس وصيام رمضان مش من اختصاصنا احنا كده واحد قاعد في بيتهم بالشورت يقول نعمل ايه وما نعملش ايه، ولكن ده بتبقى بمشاركة الأطباء اللي فاهمين كويس قوي يعني ايه فيروس وازاي بينتشر، وفتوى من المؤسسات الإسلامية الكبرى زي الأزهر الشريف ربنا يبارك لنا فيه بالصيام أو عدم الصيام. وطبيا إلى الآن لم يثبت علميا بشلل إنه الصيام يؤثر بأي شكل من الأشكال ويؤدي للإصابة بفيروس كورونا. وتعالوا نشوف من موقع منظمة الصحة العالمية لما اتسألوا أسئلة ليها علاقة بالموضوع ده جاوبوا وقالوا ايه. السؤال الأول: هل شرب الماء يخفف من التهاب الحلق وهل يقي من العدوى بمرض فيروس كورونا 2019؟ الجواب: من المهم شرب الماء للحفاظ على مستوى الرطوبة في الجسم مما يحافظ على الصحة العامة، ولكن لا يقي شرب الماء من العدوى بمرض كوفيد-19. لا يقي شرب الماء، الموضوع ملوش علاقة بشرب المية. السؤال الثاني: هل تساعد الغرغرة بغسول الفم؟ غسول الفم مش التتبيلة بتاعت الكبون ومش عارف مش كيلو سمك فيليه هو. هل تساعد الغرغرة بغسول الفم على الوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد؟ الإجابة: لا توجد أي بينة على أن استخدام غسول الفم يقي من العدوى بفيروس كورونا المستجد 2019. يعني حتى الغرغرة ملهاش علاقة. السؤال الثالث: هل يساعد غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي في الوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد؟ الإجابة: لا توجد أي بينة على أن غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي يقي من العدوى بفيروس كورونا المستجد 2019. يعني لا شرب المية ولا الغرغرة ولا غسول الأنف تم إثبات أنهم بيفيدوا بأي شكل من الأشكال في الوقاية من فيروس كورونا. يبقى على أي أساس بتقولوا ما نصومش؟ يا جماعة علميا الفيروس بيخش من فتحة الأنف أو من العين أو من الفم. يعني تخيل تبقى فاطر متعمد في رمضان وتلمس سطح عليه الفيروس وتقوم حاطط إيدك مثلا على عينك تهرشها ولا حاجة، يقوم الفيروس داخل، هتبقى فطرت متعمد وجالك كورونا متآمر وهبل. يعني يا مسلمين الدنيا، رمضان أحب شهر إلى القلب في السنة، إزاي نبقى بنتمنى أو منتظرين إن إحنا نفطره؟ بالعكس ده القلب يتقطع على إن إحنا ممكن نفطره لا قدر الله، وبإذن الله ما يحصلش. وإحنا كمسلمين بنأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ونلجأ لرب الأسباب وكأن الأسباب دي لا شيء. بنغسل ايدينا وبنتطهر كويس، ما بنلمسش وشنا، وبناخد بكل اسباب البعد عن الاصابه بالفيروس، ولكن في نفس الوقت نعلم ان احنا عباد لله رب الفيروس اللي قادر عز وجل يصرفه عن من يشاء ويصيب به من يشاء بلا سبب الا انه يريد ذلك عز وجل. فالصيام يقربنا من ربنا، يزيدنا ايمان ويقين في الله، دعائنا مستجاب، ندعي ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا، وده اهم 100 مره من اي سبب تاخد بيه. ولهذا في النهايه ادعوك الى اللي متعود على الصيام يكمل صيام. صيام شعبان سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا الاثنين والثلاث والاربع جايين 13 و14 و15 من شهر شعبان، وصيامهم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعدهم الخميس وصيامه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو انت معتاد الصيام كمل بعدها اثنين وخميس لغاية رمضان، ولو انت مش متعود صومهم وقف لغاية هنا الى ان نصل لرمضان ونصومه باطمئنان باذن الله وباذنك يا رب قبل ما رمضان يجي. زي ما ظهر الفيروس ده فجأة، زي ما باذن الله هيختفي فجأة، هنصوم رمضان مطمئنين باذن الله، وهنصلي التراويح في بيوت
صوت ربنا باذن الله، وهنقرا القران في مساجدنا مطمئنين باذن الله. تقول لي يا امير ده العلم بيقول غير كده. ما قلت لك بناخد بالاسباب وكانها كل شيء، ونلجا الى الله وكان الاسباب دي لا شيء. ما تشغلش بالك انت، بس قول امين. والى هنا ايها السيدات والساده ينتهي الفيديو بتاعنا النهارده. وما تنساش قبل ما تمشي اعمل لايك للفيديو، لايك لصفحه الفيسبوك او سبسكرايب على اليوتيوب، وشير في الخير وعرف الغير. ولو حابب تدعمني على باتريون هحط لك اللينك في الديسكربشن وفي اول كومنت على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. انا بحبكم في الله، اشوفكم بكره باذن الله. تابعوا هاشتاج الساعه 7 تلاقي كل الفيديوهات. كان معكم امير منير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.